مرحبا، كيفكم عائلتنا الحلوة؟ اليوم حبينا نشارككم يوم العطلة، شو بدنا نساوي؟ اليوم حبينا نشارك معكم بفيديو العطلة اللي احنا بالبيت لانه جو شوي برد فما حبينا نطلع، ما عم نكون قادرين نطلع اماكن بعيدة كتير برد. هلا بفرجيكم التلج بعده ما ذاب ودرجة الحرارة بعدها تحت. قديش درجة الحرارة؟ تقريبا بالنهار شي 1 أو 2 وبالليل عم توصل ل5 ناقص. كتير برد والولاد عم يكونوا بردانين، ما عم نقدر نطلعهم برات البيت كتير. فاليوم مثل مو شايفين يا جماعة نحنا مجهزين غراض اليالنجي كتير عم شوفها هالايام وكتير حابة اعملها، فقلت ليش ما بعملها معكم هيك بتسلى وبقطع وقت وبنفس الوقت بنعملها هيك يعني مع بعض. فجبت الورق العنب وجبت شوية كوسة مع باذنجان، هيك حابة اعملهم مع بعض وبنفس الوقت شو حابين نعمل؟ مقلب صغير بسامح. هلا اكثريه اليوتيوبر سووه بس هو رح مو نجرب مقلب يعني، هو الصراحة. تجربة، هو تجربة أكثر ما يكون مقلب، هو تجربة إنه شوف إنه سامح إنه عنده صبر إنه ينطر إذا عطيته أكلة طيبة أو شي وخبرته إنه لازم ما ياكلها لأنا أرجع، حيكون عنده صبر ولا لا، وحشوف كيف ردة فعله مع بعض لأنه لحط الكاميرا حده لنشوف ردة فعله. فخليكم معنا. أول شي أنا ووسيم رح نعمل فنجان نسكافيه وبعدين رح نبلش نجهز الخضرة ونجهز كل شي مع بعض وبنشوف بالاخر الفيديو يعني النتيجة. فخليكم معنا. ونسينا نخبرهم انه لا تنسوا تشتركوا بالقناة حتى عائلتنا تكبر وتفعلوا زر الجرس. بنحبكم كتير وتكتبوا لنا تعليقاتكم الحلوة، وشكرا كتير لكل حدا عم يشترك بالقناة وعم بيكون جديد معنا بعائلتنا الحلوة. بنحبكم كتير وخليكم معنا. بلشت بالنسكافيه، اللي ما بيعرف رح خبره، هذا النسكافيه انا بجيبه من المول بألمانيا. هو صراحة دورت عليه كتير هون بسويسرا بس ما لقيت، فما عم لاقي منه الا بألمانيا، وصراحة كتير طيب. هلا رح نعمل هالنسكافيه لحتى نشربها على رواق. بدك ساعدك بشي؟ ولا بس بشرب انا؟ بس تشرب انت، شايف؟ هلا انت بتحبيها بالمي، انا بحبها بالحليب. لانه مثل الكابتشينو اللي كنا نشربه بلبنان بسوريا، كتير طعمته طيبة بالمي، يعني انا بحبه بالمي، بحط له مي سخنة بس سخنة ومي اطيب، بس خلص جوزي بحب يحط له يضيف له حليب. هون سخنت حليب. سلم ايديك يا عيني اعطيني الحق زكاتك محرمة. الله يسلمك. نشوف بدون ولا حليب ولا شي طعمتها كتير طيبة، بتجنن. شوفوا الصينية الكيوت. هلا هي بالحليب وهي شوفوا الفرق يا جماعة. لا فرق لونه بس كل واحد طبعا كل واحد ذوق، كل واحد بحب فرق شيء. اللون، بس انا بحبها بالمي وهو بحبها بالحليب، ويعني هي بعملها بالحليب بس مو على طول. هي نيفو ما بتحب الحليب. انا ما بحب الحليب كتير يا جماعة. حدا ما بيحب الحليب. هلا هي ما بتحب الحليب ابدا ولا كانت تاكل قشطه يعني. لا في اكلات المدلوقه كذا هيك ما بتقرب عليها ابدا. انا هلا من جديد صرت يعني اشرب حليب بس مو كتير، وحتى اللحمة كنت يعني ما باكلها ابدا انا وصغيرة. من وقت تجوزنا بلشت اكل لحمة هيك يعني غصب، انه لا بدك تاكلي ما بيسوى وهيك، صرت اكل الاخضر واليابس. فهلا نشرب النسكافيه ونبلش الطبخة مع بعض. بالله كيف مو طيب؟ وسيم بالله كيف النسكافيه؟ لك يا عمي سرعتينا فيها لو شاريها من المكنه احسن لي يعني. بطلت اشرب والله 3000 مرة قلت له، لأنه هو بالعادة بيقول لي أنا بحب النسكافيه، هو يعني بدأت فترة ما يشرب. عندي مشاكل بالمعدة وبشرب كمان حليب بسموه لاكتوز فراي. كل شيء لاكتوز فراي. فهلا من جديد لأنه رجع يشرب نسكافيه وما بكتير بيشرب من النسكافيه اللي أنا بجيبها لأنه قال تقيلة على معدته. حتى بشرب حب الصبح يعني، والجبنة واللبن كلها إنه بجيبها اللي بتناسبني
تناسبني هي مسحوب المادة منه. اسمها لاكتوز، هي لاكتوز فراي هيك، بس يعني اللي عنده حساسية يا جماعة. فطيبة ولا لا؟ طيبة، إذا كلمة ثانية لحكيت ومشتري واحد من المكان. هيك يا جماعة، كمان ولادي على قد ما بحط لهم مسلسلات سورية الله وكيلكم، انت ما بتضيعوهم لحالهم، صاروا حفظوهم. هاي محمد، كيفكم يا جماعة؟ ميمة. شوفوا يا جماعة، تركت سامح على اساس نحن مجهزين، قال شو يعني الطبخة وبدنا نعمل فيه هذا التحدي. لقيناه نايم، فخليه هلا نايم شوي، وبعد شوي بس يفيق اذا كان مصحصح وما له مكرز علينا نعمل معه هذا التحدي. اهم شيء النسكافيه كثير طيبة. طيبة. يلا بدنا نشربها بسرعة، بدنا نبلش بالطبخة. هلا سامح نايم، نقدر نشتغل على رواق. روح جيب محمد. إذا السيدة إمام ما حبت تساعد دائما. ميمة، مين بيحب يساعد على طول بورق العنب؟ الله وكيلكم، كل طبخة لازم ميمة ضلها فوق راسي. الله يخليكي، خليني اساعدك. خاصة ورق عنب. ورق العنب، هلا بدي اورجيكم ورق العنب اللي بتلفه ميمة. حمودة حبيبي جيب له حرام، حط له اياه على اجري لاخوك. وأنا كأنه ما لا انت شبح بتساعد مع اخوك، بس بالطبخ ورق العنب انه البنات انه هيك بيكونوا اشطر. حبيبي يلا روح جيب له حرام. خلص هلا محمد بيحفر الكوسة بيساوي لنا نواضير. وين ما تخطب. لا اتركه، ما تحمله ماما، روح جيب له حرام. جيب له حرام صغير، حطوا له على اجري. يلا نكمل نسكافيه. يلا خليكم معنا نشرب النسكافيه ونرجع نبلش بالطبخه مع بعض. هلا خلصنا النسكافيه وجينا على الطبخه. يلا تعالوا. على فكره انا كتير بحب اليالنجي، بعمله يعني بس انه قليل، فصار لي زمان ما عملته. فان شاء الله يا ربي هيك يعجبكم، تعجبكم الطريقه، وبحبكم كتير 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 كتير. يلا خلينا نبلش مع بعض. هلا بلشت بالبندورة. ماما شو الأكل اليوم؟ اليوم الأكلة اسمها يالنجي. هي يعني بقدر ساعدك مثل هذيك المرة؟ بتقدري تساعديني بس مو كتير. تمام؟ ايه. هلا بدنا نفرم البندورة ناعمة. أول شي شلت منها الهيدا ونقطعها. شوات ولا صغار؟ هاي كوسة ماما، أنا جبتها صغيرة بس هيك حتى مع اليالنجي. حتى هي باذنجان. باذنجان صغير، كوسة صغيرة، وبصل، بندورة، بقدونس، كلهم ناعمين، ونحطهم هيك مع الرز، مع البهارات، مع القهوة، مع دبس الرمان وزيت الزيتون، وبعدين نبلش نحشيهم ونلفهم ونحطهم بالطنجرة على النار. تمام. هلا بعد ما بلشت بالحشوة خلصتها، تبلتها، وبلشت لف الورق العنب. اول شي رح لف ورق العنب، بعدين بحشي الكوسة والباذنجان. هن ما كتير كتار يعني، هو للكوسة والباذنجان طلعوا. جوزي طبعا يعني شفتوا انتو بالفيديو انه ما خلاني احفرهم، هو بده يحفرهم كتير كتير، بيحب يحفر الكوسة والباذنجان. فبيعمل علي معلمية أحيانا. فنحن بالشام بنحط لورق العنب اليالنجي، بنحط له زيت زيتون وملح ونعناع ودبس رمان.
انتو من وين عم تتابعوني وشو بتحطوا له لليالانجي كمان غير هدول الشغلات؟ تعرفي بدوني؟ اجت ميمة. ماما بدك تساعديني روحي غسلي ايديكي؟ غسلتي ايديكي؟ ايه. شوفوا يا جماعة، ما شاء الله هذا الورق العنب كتير ظريف. فأول شي بدك تعملي هذا اليالنجي، غير ورق العنب كنتي تساعديني فيه طريقته شوي لازم يكون شادد. هلا اليالنجي لازم تكون ما كتير تشديها، فحطي هي بالمعلقة، حطي شوي هيك ولفيها، استني شوي بظبطها. ايه يلا يا جماعة، والله أكلة معتبرة يعني. شوفوا لي يا جماعة البنات شو حلوين، عم تساعدني. شوفوا لفة، خليني فرجيهم بس ماما. شوفوا هدول يعني ميمة اللي لفتهم، شايفين؟ يلا كفي. هي كتير بتحب تتعلم هيك شغلات، يعني بتحب. فأنا ما بقولها لا، أنا ما بقولها لا وإيه كرمال ما تكره الشغلة، يعني تصير تضلها تحب. شايفين؟ شو كيوت. يلا ماما شكرا. هاي ورقة جديدة كمان. يلا هاي المعلقة حدك. ايه يا جماعة، شو بتخبرونا؟ كتبولي بالتعليقات. أنا نسيت خبركم إن نحنا كمان أهل الشام بنحط مع اليالنجي معلقة قهوة، فأنتو كمان هيك بتحطوا ولا لا؟ يا جماعة سامح نايم من قلبه وأنا ناطريته يفيق لحتى نعمل معه هيدا الاختبار. وطبعا هلا خلصت نيفو لفون بمساعدة ميمة، وسامح فاق من النوم وقاعد مثل القطة الجوعانة ناطر شوف الأكل. شلون قاعد ناطر الأكل. قلنا له هلا بدنا نعمل لك اختبار صغير هيك، إنه نعطيك أكلات طيبة وبعدين بيكون جاهز تاكل الأكل. أكلاتك. شوفوا يا جماعة ورق العنب اللي لفتهم ميمة شو صغار. معلي بس خليتها تساعدني لحتى هي بتحب يعني. تتعلم إنه تقدر تشتغل هيك يعني. شو مامي؟ هلا بدها تعملك أكلة طيبة؟ تكرم عيونك. يلا بس خليني أخلص وغسل إيدي وعبي لك أكلة طيبة. هون يا جماعة بعد ما صفيتهم حطيتهم بالطنجرة وحطيت لهم التتقيلة تبعيتهم وجهزناها. وهيك لازم نعير الوقت، هلا بدهم تقريبا 30 دقيقة. 30 دقيقة وبعدين لحالها بس لحتى تعطي انه صوت بكون خلصت. جبت له هاي البيضة لسامح، وجبت له شوية شغلات بيحبهم، لحط له هيك تشكيلة منه لأنه هو شاطر، مو هيك؟ رح نحط له هيدول. شوفوا رح اخذ شوي، ما كتير بحب اكتر له لانه في هيدي كمان سمكة. شايفين؟ شوفوا وهي البيضة رح احط لك اياهم هون. سامح انت اقعد. بس بدي خبرك شغلة قبل ما نفتحها، بدي اجيب لك لانه معلقة لتقدر تاكلها، هي بدها معلقة. رح حطهم هون. انا هلا رح روح لهونيك على الغرفة، بدي اجيب شغلة وارجع، ما تمسك شي لارجع. اوكي يا حاي بدي اجيب معلقة. يا ابيض صح. حاي يلا بدي اجيب معلقة واجيب شغلة، ما تاكل شي لارجع، ممنوع تاكل. اوكي ممنوع تاكل لارجع، اذا اكلت قبل ما ارجع حازعل. لا تاكل. يلا راجع لعندك يا حماقة. هيا أبيعنا أكياس طيبة. هيا بيتا. هاي حوا ما هي بايعة. تيا تيا تيا.
هاي حتى بايا يا حماقة. حماقة هاي بيضة حتى بايا. شو سامع؟ يا أكلت. ما أكلت؟ أنا يا حكي مع حماقة. كنت عم تحكي مع الجماعة ما أكلت ولا شيء؟ لا. يا الله شو شطور. يلا كل. هلا فيك تاكل من هيدول لاجيب لك معلقة. حاضر من عيوني. شايفين يا جماعة هو ما أكل بيقول لي كنت عم بحكي بس مع الجماعة. هلا بدي اشوف رجع الفيديو انا كمان معكم لاشوف شو كان عم يحكي وشو كان نظرته وردة فعله. قلت يا حل. شو قلت لهم للجماعة؟ هيا أنا يا حما بايعة. خبركم انه هاي البيضة لازمها معلقة ليقدر ياكلها. هلا رح افتحها معكم وارجيكم كيف انه بدها معلقة. شوفوا لانه هي جواتها محشية مثل بيضة الكندر، فلهيك بدها معلقة. هلا رح اجيب معلقة انا وافتحها وورجيكم اياها. يلا شوي. شوفوا يا جماعة بعد ما جبت المعلقة هيك. يا زلمة بايعة طعمية. اي كل بسرعة دوقها. واو شايفين كثير طيبة حتى انا رح دوقها. هاي سموح هاي معلقة ثانية حبيبي. هاي جيب لك بابا معلقة كبيرة. طيبة؟ يا مامي قول لهم باي. لا تنسوا تعملوا لي لايك. بايعة يصلحوا يعملوا لي لايك. يلا خليكم معنا يا جماعة. هلا بس خلصت الطبخة مشان اورجيكم النتيجة. بنحبكم كتير 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 كتير. صارت بقي على 12 دقيقة. انا عيرتها بس 30 دقيقة يعني نص ساعة. هلا بدها 11 دقيقة. هلا بس خلصت فرجيكم كيف مثل طنجرة الضغط تقريبا. بدنا نكبسها من هون في زر لتطلع كل شي بقلبها بخار وبعدين بدي افتحها واقلبها ان شاء الله معكم. هلا هي خلصت. انا ما فورا انتبهت لها لهيك بتبلش بتزيد يعني بترجع بتعطي لحالها وقت. هلا انا بدي اكبس لها الزر تبعيتها من هون بتفضي كل البخار اللي بقلبها بعدين بنفتحها تماما مثل طنجرة الضغط. شوفي جعت. فرجيني كروشك فاضي. فرجيني فاضي عن جد فاضي. يلا خلص الاكل. يلا وسيم الاكل رح يفتح لي الطنجرة. وهيك خلصت الوقت تبع الطنجرة. واو على المنظر. الباذنجانات اللي حاططهم بالوجه في وحدة منهم انفرطت لهيك. فهلا رح اقلبهم وفرجيكم النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا عيني يا عيني. شايفين الباذنجانة اللي فرط الرز منها عبت الدنيا. بس لا ما في شي فارط بس هيديك. يا عيني. هلا رح اعبي صحن وزينه بدبس الرمان والليمون وفرجيكم يا عيني. يا عيني على المنظر يا جماعة. اوه كيف نفس ما بيقول الشيف عمر قمة الإحراج. ها قمة الإحراج والله العظيم. حتى الطعمة. وسيم دوق أعطيني رأيك كيف. طعم خرافي. طيبين مو؟ كتير طيب مثل النسكافيه. مثل النسكافيه اللي حاسرعوا فيها كل الوقت. بطلت أكل خلص. غير شكل يا جماعة والله مشتهيتكم فيهم كلياتكم. واللي بيحب هالأكلة يعملها. وما تنسوا تقولولي رأيكم وقت اللي بتعملوها. ولهون
خلص الفيديو اليوم. نحبكم كتير، ان شاء الله يعجبكم. حبينا نتشارك معكم بهالفيديو الصغير. بنحبكم كتير كتير كتير. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى عائلتنا تكبر فيكم ويوصلكم كل شيء جديد. عائلتنا الحلوة مشان يوصلكم كل شيء جديد. بنحبكم كتير. باي.